طيب وانا في وسط زحمه الفاينل حبيت ان انا افكك بفيديو لذيذ. لو قريت كتاب سأخون وطني للكاتب الكبير محمد المغوط، في النص كده هتلاقي كام سطر فيهم كلام كبير ممكن يشدك. من الغباء ان ادافع عن وطن لا املك فيه بيتا، ومن الغباء ان اضحي بنفسي ليعيش اطفالي من بعدي مشردين، ومن العار ان اترك زوجتي فريسه للكلاب من بعدي. الوطن حيث تتوفر مقومات الحياه لا مسببات الموت، والانتماء كذبه اخترعها الساسه لنموت من اجلهم. الوطن لا يخسر ابدا، نحن الخاسرون. عندما يبتلى الوطن بالحرب ينادون الفقراء ليدافعوا عنه، وعندما تنتهي الحرب ينادون الأغنياء ليتقاسموا الغنائم. تقرا بقى السطرين دول وبعد كده تشوف الفيديو ده. تروح وين؟ تروح فين؟ عاوز تروح ايطاليا؟ ايوه. وتعيط عاوز تروح ايطاليا؟ فين الفلوس؟ بيني في تمشي مصر تعود ترجع لمصر ليه؟ بيني روحت طيب يا بابا، بيني روحت طيب. عاوز ايطاليا؟ ايوه. كم عمرك انت؟ 17 سنة. بجد في ناس بترمي عيالها في البحر املا ان هم يبقوا حاجه، ده اذا وصلوا البر التاني. بس السؤال بقى اللي انا جاي اساله، هل لو سافرت في يوم من الايام ممكن ترجع تاني؟ تعال بقى نشوف القصه دي. اكيد كلنا فاكرين فيلم همام في امستردام. اسم الكريم همام. الفيلم اللي كله متعة سواء على المستوى الكوميدي أو الأغاني اللي فيه، والأجمل إن أنت شايف نجوم كبار على الشاشة مع بعض زي هنيدي والسقا ومحمود البزاوي وإنعام سالوسة وغيرهم كتير. الفيلم باختصار بيحكي عن شخص سافر هولندا وحط كل ما يملك لدرجة إنه خلى أمه تبيع ذهبها عشان السفرية دي. في الأول كان عايز يسافر بطريقة غير شرعية، طبعا مش بشكلها المعروف، مش على مركب يعني وكده، ولكن في الأول كان مزور الفيزا. طب إيه اللي يخليك تسافر يا عم همام؟ لا قول وهيقعد ليه؟ حظه في الصيد جزم وحبيبته سابته عشان واحد معاه ميكروباص. انت متخيل؟ ايوه بس كل دي مش اسباب كافيه تخليك تهاجر يعني. طيب تعال نزوم ان كده في حياه همام اكتر. همام عايش في بيت فيه اخواته البنات وازواجهم وعيالهم، لدرجه انه مش بيعرف ينام من صوتهم، وزي اغلب الشباب اللي بيروح يتقدم لحبيبته فبيترفض، ده لانه ما عندوش ولا شقه ولا شغل ولا فلوس للشبكه. كل الحاجات دي كانت دافع لهمام انه يسافر ويحط نفسه في خطوره تزوير الفيزا ويدفع اللي وراه واللي قدامه. كل دي اسباب خلته حتى يشتغل 24 ساعه عشان بس يهاجر. طيب في المشهد ده قبل ما يسافر كان بيشوف فرح حبيبته عشان المخرج يأكد لك ان كده قفلت مفيش حل تاني غير السفر. وفي المطار بيلقي نظرة أخيرة على أحماله اللي اتجسدت في صورة أم فرحات، الست اللي في أول الفيلم اللي كانت دايما قرفاه وقطمة ظهره مضيعة فلوسه حتى لو مش قصده، زيها زي حياته، تعب بس وفي الآخر المردود بسيط. طيب خلاص، همام على الأراضي الهولندية. هتلاحظ في شخصية همام إن عنده اندفاع الشباب وتوهانه. شوفه وهو بيلف في هولندا وبيرد على الضابط بعد ما ضيع العنوان والباسبور كمان. وكمان هتاخد بالك إن همام شخص مجتهد لدرجة إنه صدر مهنة السايس لهولندا. طبعا واضح الصدمة الحضارية اللي كان فيها همام أول ما وصل أوروبا. كان باين على تعبيرات وشه إن الحياة هتكون أجمل هنا، بس مفيش حاجة بتيجي بسهولة يعني. التعب سمة أساسية للنجاح، لازم تتعب وتغلط وتقوم وتقع وتجرب أكتر من طريق. هنا بقى بيظهر عم أدريان، مثال لمصريين كتير في الغربة. بص هو للأمانة يعني معظم المصريين في الغربة مش في جدعانة أدريان، وأنا أظن المتغرب هيفهم الكلام ده كويس. بس من جدعنته لما شاف همام بيقع وبيمشي في سكة مش بتاعته حاول ينقذه، بدليل إنه كان بيقول له أنا لما ساعدتك لما جيت كان علشان ما تبقاش زيي. ونيجي بقى لأكبر تحدي بيواجه العرب في أوروبا، ألا وهو التعامل مع اليهود. بس بص كده، هنا المخرج ركز على نقطة معينة، وهي إن يودا ما كانش مجرد يهودي من أهل الكتاب وخلاص، لا ده كان يهودي إسرائيلي بالتحديد ومتعصب للصهيونية. فعشان كده كان في مشادات كبيرة بينه وبين همام، لأنه وقت عرض الفيلم كان في مناوشات وقصف مميت على فلسطين، فكان برضه المخرج عايز يعرض حاجة عن القضية في الفيلم. ده بعيدا عن إن هنيدي كده كده أصلا في معظم أفلامه لازم يعرض حاجة عن القضية الفلسطينية. نيجي بقى لشخصية يمكن محدش كتير خد باله منها في الفيلم، الشخص اللبناني اللي دايما مبسوط ومش زعلان وما تحسوش في غربة أصلا، تحس إنه ما خدش كل التحديات اللي هم فيها. بص هي الحكايه مش كده بالظبط، الفكره ان الشعب اللبناني عموما حصلت له ازمات كتير جدا، فهو اصلا جاي من بلده خلصان، فبيبدا يتفه من اي مصيبه تحصل له ويستقبل اي مشكله بضحكه. تعال بقى على شخصيه طه، الشاب الصعيدي اللي تحدياته كانت اكبر من تحديات همام البطل نفسه. هو حلمه مش حلم شخصي زي همام، طه زي اغلب المصريين اللي في الغربه، اللي هو مسافر عشان مسؤول عن اسره كامله، ابوه عاجز وامه مشلوله وعايز يكمل تعليم اخواته ومش عايزهم يطلعوا حراميه. طه عنده 9 اخوات وهو العاشر، يعني في كتيبه عايشه في البيت. همام تحسه انه خلاص جمع قطع النجاح، وهو من الأول معاه عنصر الاجتهاد والإصرار، حتى بعد ما وقع قام تاني وحاول تاني وتالت. التحديات كانت بتزيد، الغربة مش جنة، ولكن كل ما بتسعى بتلاقي مردود يخليك سعيد. السؤال بقى بتاع الفيديو المهم، هو بعد ما همام حقق حلمه ليه رجع مصر؟ نسأل السؤال بطريقة تانية، هو همام رجع أصلا؟ والإجابة كانت لا، مرجعش. بتشتغلنا يا عم ولا إيه؟ ما هو رجع قدامك أهو. لا يا معلم مرجعش، مين قالك إن ده همام؟ الحقيقة إن ده همام وده همام وده همام. المشهد ده كان تخيلي مش أكتر، المخرج عايزك تتخيل لو همام رجع مصر هيحصل فيه إيه. أول حاجة هيقابلها بعد السلامات والتحيات هي أحماله اللي هو أصلا هربان منها، عشان كده المخرج حط لك أكتر من شخصية في الفيلم كمثال لناس هاجروا
سافروا ولما استقروا ما رجعوش تاني، زي الجملة اللي قالها محمد المغوط: المكان حيث تتوفر ليه مقومات الحياة لا مسببات الموت. فالمخرج كان بيخليك تتخيل بس ان همام رجع لكن هو مرجعش، هناك اشتغل واتجوز الانسانة اللي حبها وعرف يوصل للي هو عايزه، وهنا معرفش يعمل اي حاجة. وصباح الفل، انا يوسف.